أهلا بكم مشاهدينا. تبرع أصحاب المرافق الخدمية في مدينة قندع لدى لقائهم مسؤول الإدارة والمالية في مديرية قندع. تبرعوا بأكثر من 100 ألف نقفة لإعانة أسر الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح أصحاب المرافق الخدمية في قندع بأن إريتريا تنعم بالسلام والاستقرار لتمسك الشعب الإريتري بالوحدة والحفاظ على استقلاله الذي تحقق عبر تضحيات كبيرة. وقال السيد الأمين محمد علي والسيدة نبيات أسفها والأستاذ آدم إدريس أن الشعب الإريتري ينعم بالعيش في بلد مستقل ومستقر نتيجة تضحيات الشهداء، وأن الدعم المقدم لأسر الشهداء يبعث على الارتياح وسيواصلون هذا الدعم. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية في مديرية قندع السيد تولدي تسفازقي أن إعانة أسر الشهداء من القيم النبيلة لمجتمعنا. أحيا الإريتريون المقيمون في مدينة شتوتغارت الألمانية وضواحيها في 16 من يونيو الجاري يوم الشهداء في نصب الشهداء بحديقة شهداء إسلينغن، مجددين العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقال رئيس الجالية الإريترية في شتوتغارت السيد غرانسي غبرزكي في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن 20 من يونيو يوم الشهداء يوم فخر واعتزاز ومناسبة لتجديد العهد لتنمية وتطوير البلاد التي تسلمناها بتضحياتهم والعمل على ازدهارها. وأكد المشاركون في ذكرى يوم الشهداء عبر الشعارات التي رفعوها الثبات على العهد واستعدادهم الدائم للحفاظ على أمانة الشهداء. وتخلل المناسبة التي استمرت من الظهر وحتى 6 مساء كلمات عكست بطولات الشعب الإريتري وقصائد وأناشيد وأغاني وطنية وعرض للفيديو ومسيرة شموع. أوضح مسؤول التخطيط وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة السيد يماني هايلي أن وزارة الصحة تعمل جاهدة لتنمية قدرات أعضائها لتقديم خدمة جيدة. وأشار إلى أن البرنامج الموضوع لتأهيل أكثر من 200 من مساعدي التمريض سنويا لمدارس التمريض الموجودة في مدن بارنتو ومندفرة وقندع توفر فرصة لتطوير قدراتهم ولمواصلة التعليم لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس. وذكر عن تقديم الدراسة عن بعد في التمريض والإدارة بموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه مع جامعة داندي الاسكتلندية، حيث تم تخريج 150 مهنيا عبر هذا البرنامج منذ عام 2004، ويوجد برنامج لمواصلة ذلك حتى درجة الماجستير. وأكد على وجود أخصائيين خريجين داخل البلاد في تخصصات أمراض الرحم والأطفال والولادة والجراحة العامة، وتبذل الجهود لتطوير القدرات بإرسال الأطباء إلى الخارج. وحول النقص في القدرات البشرية في بعض المؤسسات الصحية، أوضح مسؤول التخطيط وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة السيد يماني هايلي بأن المشكلة ناجمة عن التوسع في المؤسسات الصحية المشيدة في كافة أرجاء البلاد، وتتواصل برامج التأهيل لسد هذا النقص. دعت مفوضية الرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للنهوض بالرياضة للتميز على المستوى الإقليمي والعالمي. جاء هذا خلال الاجتماع التقييمي للمفوضية يومي 2 و13 من شهر يونيو الجاري بمشاركة أعضاء المفوضية والرياضيين ومديري المديريات، حيث ناقشوا المسيرة الرياضية خلال السنوات الأربع الماضية ووضع خطة لتحسين العمل الرياضي خلال السنوات المقبلة. وقدمت الاتحادات الناشطة في الإقليم تقاريرها للسنوات الأربع الماضية، وقدمت آراء وتوصيات بأهمية تقوية الاتحادات إلى جانب أهمية توفير المستلزمات الرياضية الكاملة للرياضيين بالإقليم. وأوضح مفوض الرياضة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد حساب قبر سلاسي في تقريره دقة الأداء في أنشطة الاتحادات سباق الدراجات الهوائية وكرة القدم وألعاب القوى والكرة الطائرة والسلة والألعاب الشعبية والهجن والسباحة، مشيرا إلى أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على تقديم الدورات التأهيلية في الإدارة والتحكيم وتهيئة ملاعب كرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الأنشطة الأخرى. فيما أوضح مفوض الرياضة الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياي في كلمته الجهود الجارية لتقوية مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية، وأن بروز الرياضيين على المستوى العالمي دليل ملموس على ذلك. من جهتها أكدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة تقريدة والدقرقيس ملائمة الإقليم لإقامة مختلف المنافسات الرياضية، ودعت الشعب بشكل عام والإدارات لمضاعفة جهودها لتنشئة أجيال رياضية متميزة من خلال استغلال الثروات المتوفرة.
شكلت جمعية لأصحاب عربات الكارو في مديرية مندفرة تحت رعاية فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وأوضح مسؤول قسم الثروة الحيوانية بالإقليم الجنوبي الدكتور عقبازكي كفلي في كلمته بالمناسبة أهمية عربات الكارو في نقل البضائع بالمنطقة، مضيفا بأهمية تأطيرهم لتطوير عملهم، ودعا أصحاب العربات إلى مضاعفة جهودهم لتقوية الجمعية. من جهتهما أوضح السيد طعامي قبره والسيد أبرهات كفلي من أعضاء الجمعية أهمية تكوين الجمعية في حل عوائق العمل، ونشد وزارة الزراعة على توفير العقاقير الطبية لمعالجة الدواب. كما شكر مدير الجمعية السيد فسحي تخليه فرع وزارة الزراعة بمديرية مندفرة لتوفير العلف الدوابي، موضحا عزمهم على تقوية الجمعية من أجل تحسين الخدمة المقدمة للسكان. بدورها وضح مسؤول التنمية الاقتصادية بمديرية مندفرة السيد ماكاليتس فاميكين أهمية التأطير في تطوير عمل أصحاب العربات، مضيفا بأهمية الالتزام بقوانين المرور. كما أفاد مسؤول فرع وزارة الزراعة بمديرية مندفرة السيد إياسو أسفاو عن وجود عدة جمعيات إنتاجية في المديرية، تشمل جمعية منتجي الألبان وجمعية الخضر والفاكهة وجمعية مربي الدواجن والعسل، معربا عن عمله في تطور أعمال هذه الجمعيات. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتجاع، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي مشاهدينا، طالبت الصين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين بضرورة تقديم شرح حول أنشطة التجسس على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين أن الإدارة الأمريكية مطالبة من المجتمع الدولي بتقديم شروحات حول تسريبات عميل وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق إدوارد ستودين بقيام الولايات المتحدة بالتجسس على المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية. هذا وصرح الجاسوس الأمريكي الهارب إلى جزيرة هونغ كونغ لصحيفة صينية هذا الأسبوع بأن الوكالة كانت تتجسس على الجامعة الصينية في هونغ كونغ إلى جانب العديد من المواقع الحكومية الرسمية الصينية والتجارية بشكل دائم. وجاء الكشف عن عمليات التجسس الأمريكية بعد مرور أيام فقط من عقد قمة بين الرئيس الصيني شي جينغ بينغ والرئيس الأمريكي باراك أوباما في كاليفورنيا حول أنشطة التجسس على شبكة الإنترنت، علما بأن أمريكا ظلت تتهم الصين باستمرار بالتجسس على مواقعها العسكرية والرسمية على الشبكة العنكبوتية. أجرت القوات الأمريكية والأردنية يوم أمس الأحد مناورات عسكرية مشتركة في جنوب الأردن، وتعتبر المناورات التي جرت في بلدة القبيرة بالقرب من ميناء العقبة الساحلي في جنوب المملكة امتدادا للمناورات الدولية التي تشارك فيها قوات يبلغ تعدادها 8000 جندي من 19 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى 20 من شهر يونيو الجاري. وأفادت مصادر عسكرية بأن التدريبات تهدف إلى رفع جاهزية القوات المشاركة في تنفيذ مهام عسكرية لحفظ الأمن والاستقرار. وتأتي المناورات قبل فترة وجيزة من عزم الولايات المتحدة الأمريكية نشر طائرات الF-16 المقاتلة وصواريخ باتريوت الدفاعية على الحدود الأردنية المشتركة مع سوريا، وسط معارضة قوية من روسيا باعتبار هذه الخطوة محاولة لفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا. وهددت روسيا بإسراع عملية تسليم صواريخ S-300 دفاعية إلى سوريا خلال الأسابيع المقبلة. اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين متظاهرين في مدينة بيلفاست مطالبين بإيجاد حل سلمي للأزمة السورية. ونظمت الاحتجاجات قبل ساعات من انطلاقة قمة قادة دول مجموعة الثمانية في المدينة، وقد جرت المظاهرات بالقرب من مركز خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لطلاب جامعيين هناك. ودعا المتظاهرون قادة الثمانية لتقديم معونات إغاثية ل8 مليون شخص في سوريا بدلا من قرارات إرسال الأسلحة للمعارضة، علما أن المعارضة أو المظاهرة نظمتها جماعة أوكسفام التي وعدت بتنظيم المزيد من المظاهرات ضد انعقاد القمة. هذا هو من المتوقع أن تتصدر الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية العالمية جدول مناقشة اجتماع قادة الدول الثمانية المقرر انطلاقتها في وقت لاحق من اليوم الاثنين في مدينة بيلفاست بإيرلندا الشمالية.
أغلق مؤشر نيكي الياباني للأسهم المالية اليوم الاثنين على ارتفاع ملحوظ بلغ نسبة 2.7%، وجاء الارتفاع بفضل الاندفاع الكبير على شراء أسهم شركات قطاع التصدير، إلى جانب عودة ثقة المستثمرين في سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي في إعادة إنعاش الاقتصاد العام انطلاقا من زيادة الإنفاق العام وتسهيل المعاملات المالية. هذا وحطم المؤشر حاجز 1300 نقطة في تعاملات اليوم الاثنين، علما بأن المؤشر كان قد شهد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا وانخفاضا حادا. أدى هطول أمطار غزيرة في شمال الهند خلال اليومين الماضيين إلى حدوث فيضانات عنيفة هناك، فقد تسبب هطول الأمطار الغزيرة في بلدة أوتراكاشي بشمال البلاد إلى حدوث فيضانات مدمرة جرفت العديد من المنازل في البلدة وضواحيها. وقالت السلطات المحلية بأنها كانت قد أجلت سكان البلدة بعد التحذيرات من احتمال هطول الأمطار قبل يوم من هطولها. كما أعلنت فرق الطوارئ اليوم الاثنين عن إنقاذ 50 شخصا على الأقل في بلدة يامونا نانجار بشمال البلاد بعد اجتياح فيضانات عنيفة للمنطقة. هذا وأشارت تقارير إعلامية إلى تعرض العاصمة نيودلهي إلى فيضانات واسعة في شوارعها بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من البلاد بسبب مرور منخفض جوي عليها، علما بأن موسم هطول الأمطار في الهند يجري سنويا في منتصف شهر يوليو. اخترع باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية روبوتا جديدا على شكل ثعبان للمساعدة في عمليات الإنقاذ والعمليات الجراحية. وقال الباحثون أن الروبوت الجديد قادر على الولوج إلى تحت الأنقاض في حوادث الكوارث بفضل طبيعته الانزلاقية إسوة بحركة الثعبان الحقيقية، مما سيساعد فرق الإنقاذ على تقديم بيانات دقيقة حول الأوضاع تحت الأنقاض، مشيرين إلى أن الروبوت مزود ببطارية شحن منفصلة لكل أجزائه وتعمل بمحركات مستقلة، ويمكن مراقبة حركة الثعبان بواسطة جهاز حاسوب، معربين عن تطلعاتهم لأن يحل الروبوت الجديد أو يكون بديلا عن استخدام الكلاب في عمليات البحث عن ناجين في الكوارث. كما أوضحوا بأن الروبوت الجديد يمكنه المساعدة في إجراء العمليات الجراحية من خلال إدخاله في جسد المريض عبر فتحة صغيرة والوصول إلى أضيق الأماكن داخل الجسد بسهولة كبيرة. مشاهدينا، فاصل قصير ثم الرياضة فتابعونا. فاز منتخب إسبانيا يوم أمس الأحد على منتخب الأوروغواي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن بطولة كأس القارات لكرة القدم الحالية بالبرازيل. وأحرز هدف المنتخب الإسباني اللاعبان بيدرو روبرتو سولدادو قبل أن يحرز المهاجم الأوروغواني لويس سواريز هدف التقليص لبلاده قبل دقيقتين على انتهاء المباراة المثيرة. كما شهد يوم أمس أيضا فوز المنتخب الإيطالي على منتخب المكسيك بهدفين لواحد ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة القارية. وأحرز اللاعب أندريا بيرلو هدف السبق لإيطاليا في الدقيقة 27 قبل أن يعادل اللاعب هرنانديز النتيجة للمكسيك في نفس الشوط الأول من ركلة جزاء. قيرن اللاعب ماريو بالاوتيلي منح هدف الفوز لإيطاليا من خلال إحرازه لهدف جميل من تسديدة رائعة. قلص الدراج الإسباني بطل العالم جورج لوينزو يوم أمس الأحد الفارقة مع متصدر الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية لهذا الموسم داني بيدروسا إلى 7 نقاط فقط عقب فوزه يوم أمس بجائزة كاتالونيا الكبرى للدراجات النارية. وأكمل دراج الفريق الياماها لورينزو مسافة السباق إلى 43 دقيقة و6 ثواني، فيما حل دراج الهوندا بيتروسا في المركز الثاني بفارق ثانيتين فقط، غير أن بيتروسا لا يزال محافظا على ريادته للترتيب العام برصيد 123 نقطة، ويلاحقه مواطنه لورنزو برصيد 116 نقطة. وفي منافسات الفئة الثانية للدرجات فاز الدرجان الإسبانيان بول سبارغارو وستيف رابات بالمركزين الأول والثاني تباعا. كما احتكر الدراجون الإسبان أيضا المراكز الثلاث الأولى في سباق الدراجات النارية للفئة الثالثة عبر دراجيهم أليكس رينيس ومافيديك فيناليس وأليكس ماركويز.